اهلا وسهلا بيكم في الموديول الثالث معانا من كورس جوجل ادز. في الموديول ده هنتكلم مع بعض ونشرح عن الكونفرجن تراكنج بالتفصيل ونعرف ازاي نربط جوجل ادز مع شوبيفاي وزد وسله واشهر البلاتفورمز طبعا، وازاي كمان نتتبع الكاستم ايفنتس من خلال جوجل تاج مانجر. خلونا كده بسرعه نعمل ريكاب سريع عن اللي احنا شرحناه في الموديولز اللي فات، ونتكلم ان احنا شرحنا اول موديول كان الماركتنج مانجمنت، شرحنا ازاي نعرف الكونسيومر بيهيفير وازاي نعرف شخصيه عميلنا قبل ما نشتغل على جوجل ادز. اتكلمنا في الموديول الثاني مع بعض ازاي نبيلد الماشين بتاعتنا وازاي نبني جوجل ادز اكونت وازاي نبني المانجر اكونت وازاي كمان نعمل جوجل ميرشنت سنتر. وفي الموديول ده هنتعلم مع بعض ازاي نربط الكلام ده كله، لان من غير كونفرجن تراكنج انت اصلا شغال بشكل بلند او اعمى، انت مش شايف حاجه ومش شايف اي ارقام قدامك على الداشبورد غير كليكس، فاي حاجه على الداشبورد جوه او عندك على المنصه نفسها انت مش شايف اي حاجه. فهنا بتيجي اهميه الكونفرجن تراكنج سيت اب. خلونا اوضح حاجه سريعه ان جوجل ادز من الاخر كده ما هو الا ماشين ليرنينج او اله، فالاله دي محتاجه تتعلم عن عميلك وعن الهدف النهائي بتاعك، فلو انت مش موفر لها الكلام ده كله فانت بكل بساطه شغال بشكل بيزك البيزك كمان، ومش بتقرا حاجه، انت يا دوب بتصرف على كليكس. فانت لازم تعلم الاله دي ايه الجول الحقيقي بتاعك والهدف اللي انت عاوز توصل له. فلو تتبع بكل بساطه مش مظبوط هتلاقي نفسك بتصرف على كليكس وانت مش عارف هي بتبيع ولا لا. وممكن تلاقي كمان ارقام على الداشبورد في المبيعات اقل بكتير لو الكونفرجن عندك معمول غلط من الارقام الحقيقيه اللي هي على الداشبورد بتاعه الاي كوميرس اللي انت شغال عليها، ايا كانت هي سله او زد او شوبيفاي او الكلام ده كله. وحتى كمان في السمارت بيدنج هتلاقي السمارت بيدنج بيلعب ضدك وبيتعلم من سيجنالز غلط، فبالتالي بيجيب لك اوتبوت غلط او اوتبوت تراش ترافيك او حتى في الليدز بيجيب لك ليدز مش مهتمه والكلام ده كله. علشان كده الموديول ده هيتقسم معانا لجزئين. الجزء الاول هنتعلم مع بعض ازاي نربط جوجل ادز بالمنصات الاي كوميرس الشهيره زي سله وزد وشوبيفاي. وفي الجزء الثاني هنعرف مع بعض التتبع المخصص او الكاستم تراكنج عن طريق جوجل تاج مانجر، ونتتبع اي حاجه تعجبنا على الويب سايت بتاعنا. طيب يلا بينا دلوقتي ندخل في الشرح العملي ونتعلم مع بعض ازاي نربط جوجل ادز بشوبيفاي. دلوقتي هندخل على جوجل ادز ونبص كده سريعا على الجولز، وهتدخل هنا على السمري، وهنا هتدخل على الاكونت بتاعك في جوجل ادز. طبعا دي ايفنتس هي اتسطبت بسبب ان انا عملت البلجن بتاع شوبيفاي، بس احنا هنتعلم ازاي هي بتتعمل. هنيجي تاني هنا كده على شوبيفاي، ده ستور عملته على شوبيفاي عشان بس اشرح عليه. هتيجي هنا على الابس لو انت داخل جديد اصلا على شوبيفاي، وهتيجي هنا على الابس اند شانلز، وتروح على الشوبيفاي اب ستور، وبعدين هتلاقي عندك تول اسمها جوجل اند يوتيوب بالشكل ده كده. انا طبعا محملها، فانت هتعمل لها انستول وبعدين هتدخل على البلجن دي بالشكل اللي احنا هندخل عليه دلوقتي دوت. ادي كده البلجن اهي، هتلاقيها اتضافت عندك تحت جوجل اند يوتيوب. تقدر طبعا تثبتها من هنا لو انت بتستخدمها كتير والكلام ده كله، انا هنا ثبتها عشان ما تختفيش. هيدخلك على الواجهه بتاعه شوبيفاي او البلجن نفسها اللي عاملاها جوجل في شوبيفاي. وطبعا خلينا نوضح حاجه سريعه ان الانتجريشن مع شوبيفاي سهل جدا جدا جدا. انت حرفيا مش بتحتاج تعمل حاجه مقارنه بالمنصات التانية حتى اللي هي زي زيد وسله. يعني انت يا دوب بس بتربط البلجن وبتعمل كونكت لجوجل ادز، خلاص كل حاجه بتكون اتضافت تمام. حتى الميرشنت سنتر اهو اللي احنا شرحنا عليه الفيديو بتاع الميرشنت سنتر اهو، المنتجات اللي مقبوله ومفيش اي حاجه ليميتد او اندر ريفيو الكلام ده كله. هتيجي هنا عند الكونكت سيرفيس وهتقول له انا عاوز اكونكت جوجل ادز. انا هنا هعمل قدامكم ديسكونكت كده عشان اوريكم ازاي احنا بنكونكت الاكونت. انا هعمل ديسكونكت، وهنا لما بتيجي تعمل كونكت هيقول لك اختار لي الاكونتس عندك، فانت تتاكد انك رابط نفس الميل بنفس جوجل ادز بنفس شوبيفاي. هنيجي كده هنختار الاكونت بتاعي في جوجل ادز اللي انا عاوز اربطه بشوبيفاي، وانا كده هنا اخترت الاكونت بتاعي في جوجل ادز وهعمل كونكت. حرفيا هي مش بتاخد دقيقه اصلا وبتعمل كونكت خلاص. طيب هنا هي كونكت، بس هو بيديني زي اليرت كده بيقول لي خلي بالك انت عندك مشكله في الدفع، ظبطها علشان كل حاجه تتاكد ان هي شغاله تمام، بس دي مش هتاثر عليا دلوقتي. فهنا انا خلاص اتاكدت ان جوجل ادز اشتغل. هننزل تحت كده على شوبيفاي عشان عاوز اوريكم حاجه في الايفنتس نفسها بتاعت شوبيفاي، وهنيجي هنا على كونفرجنز ايفنت سيتنجز وهندوس على مانج. ركزوا معايا هنا، عاوزكم تاخدوا بالكم من التشيك اوت او الايفنتس هنا تشيك اوت كومبليتد. شوبيفاي بيقول لك انا هوديها لك على جوجل ادز على طول اوتوماتيك، هتلاقي الايفنت ده موجود بالشكل ده. طب لو العميل اللي هيعمل تشيك اوت ستارتد هتلاقي الايفنت موجود عندك بالشكل ده او الكونفرجن، وهكذا. طيب تعالوا نروح نتاكد هل الكلام ده صح، هل محتاج ان انا اعمل الكلام ده بايدي ولا خلاص شوبيفاي اوريدي ضافه بسبب الانتجريشن اللي احنا عملناه. يلا نرجع على جوجل ادز تاني ونبص بص. بص كده لو جينا دخلنا على البيرشس
هتلاقوا البيرشيس عندك او الكونفرجن اتسمى جوجل شوبينج اب بيرشيس. ده اوتوماتيك، انا ما لعبتش في اي حاجه ولا ضفت اي كونفرجن من عندي ولا اي حاجه. اوريدي بسبب ان انا ضفت البلجن بتاعت شوبيفاي بتاعت جوجل في شوبيفاي، اوريدي سمع الايفنت هنا. عشان كده بقول لكم ان دي اسهل بلاتفورم انت تعمل عليها انتجريشن، سواء لجوجل ادز او الميشن سنتر او اي حاجه تخطر على بالك تبع منتجات جوجل. يعني كده هنا اد تو باسكت او اد تو كارت اتضافت اصلا. اي حاجه تلاقيها فيها جوجل شوبينج اب اعرف على طول ان دي تبع شوبيفاي البلجن اللي انت عملتها. طبعا الايفنتس اللي اتضافت دي كلها او الكونفرجن من خلال البلجن بتاعت جوجل في شوبيفاي هي اوريدي شغاله وما تقلقش منها. لو انت حبيت تتاكد منها هتيجي هنا عند الستاتس هتلاقي ان هي مش شغاله، هتيجي هنا عند الستاتس هتلاقي ان هي مش شغاله او بيديك زي اليرت كده باللون الاحمر. فهتلاقي عندك هنا في الاكشنز ترابل شوت او اختبار يعني الايفنت ده ان هو شغال ولا لا. هتدوس عليه وتضيف اللينك بتاع الويب سايت بتاعك وتكمل وتختبر الايفنت ده، هيظهر لك علامه صح وان هو شغال وكل حاجه. طبعا انا هنا عشان اختبرت فهو مش راضي يظهر لي هنا حته الترابل شوتنج والكلام ده كله. وكده نكون اتعلمنا مع بعض ازاي نربط شوبيفاي بجوجل ادز ونعمل الكونفرجنز بتاعتنا ونقراها ونتاكد ان هي اصلا شغاله.